تبدو ليون على ضفاف نهر الرون في هذه الأيام كالمدينة المسحورة، حيث يحولها 70 تصميماً ضوئياً إلى عالم يعج بالفن والشاعرية. حتى أن من يعرف المدينة الفرنسية جيداً تبدو له في هذه الأيام جديدة تماماً. هذا أحد تصاميم للفنان جيلبير كودان، وهو من أبناء هذه المدينة. كل سكان المدينة يزورون هذا الاحتفال بغض النظر عن حالة الطقس، حتى الناس الذين لا يفضلون التجول يزورونه في هذه الأيام. غالباً ما يتم سرد الحكايات عن تاريخ السينما، فالأخوان لوميير اللذان يعتبران من رواد الفن السابع هما من أبناء مدينة ليون. في مكان آخر يحول الإسكيمو جدران دار الأوبرا إلى مكان للهو. أربعة ملايين شخص يزورون الاحتفال الذي يستمر 4 أيام. أنا أعيش في ليون، وهذه المدينة تكون عادة هادئة، ولكن الآن يزورها سياح من جميع أنحاء العالم. أزور ليون كل عام من أجل مشاهدة هذا الاحتفال. هذا الاحتفال كان في الأساس دينياً، ولكن طغى عليه تدريجياً الطابع التقني، واختفى مغزاه الديني بصورة شبه كلية. قبل ساعات من انطلاق الاحتفال في ميدان بلاس دي تيغو في وسط المدينة، يختبر الفنان جيلبير كودان جودة الصوت. بفوز جيلبير كودان يكون واحد من أبناء المدينة قد فاز لأول مرة بالمركز الأول في هذه المسابقة الدولية. لقد تدربنا أمس أكثر من 10 مرات، ولكن تبين لنا اليوم أننا نستطيع تحسين جودة الصوت. كودان هو مؤسس جمعية سيتي كرياسيون للفنانين المعروفة بجدارياتها الضخمة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وتصاميم الضوء تعتبر شغفه الجديد. ينبهر الناس بمجرد ظهور الضوء والألوان والحركة، ولكن يجب علينا أن نكون حذرين، فأنا أريد أثناء العمل تحريك مشاعر المشاهدين وتغيير أفكارهم، لذا فالعرض بحاجة إلى سيناريو. في مبنى البلدية تتدرب الفرق أيضاً قبل الانطلاق الرسمي للفعالية. الفنان الفرنسي جون لوك إيرفي يحول البناء الحديث إلى كاتدرائية من الضوء والماء. هذا المهرجان لا يقيدك بشعارات معينة، بل يعطيك جميع الحريات الفنية. علينا أن نغير المكان باستخدام الضوء أو الفيديو. نحن نعمل بالضوء وننسق عرضنا بناء على مقطوعة موسيقية. في ميدان بلاس دي تيغو يجعل جيلبير كودان اللوحات تتحرك ويعكس أعمالاً فنية على جدران المتاحف. أشعر بالرضا عن نفسي إذا ابتسم الناس وشعروا بالارتياح ونسوا ولو للحظة واحدة كل شيء وهاموا في عالم من الأحلام. إنها قوة الضوء التي تبرز قدراتها في هذا العام أيضاً.